اسمك ايه يا استاذ؟ رضا عبد الخالق. بترفض الدستور ليه ولا بتأيد الدستور ليه؟ طبعا انا بقول لا. لا ليه؟ بقول لا طبعا عشان قريته ولقيت فيه رفض. وحضرت جلسات ومناقشته وحضرت مع سلف واخوان، لقيتهم كل كلامهم على الشريعه. جيت ادور على الشريعه ونقول اسلاميه اسلاميه، ما لقيتش فيه حاجه من ديت غير كلمه وخلاص. دي حاجه، واحنا اصلا بنطالب باسلاميه، هم بيتهمونا بالعلمانيه مع ان انا مش علماني. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للمواد، لو انا جيت مثلا للماده 217 في تغيير اللهم صل على حضرة النبي، استبدال او تعديل اي بند من بنود الدستور. اي بند من بنود الدستور الصحه تتغير. هم بقى عشان نغيرها لازم الاول يبقى اقتراح من 5 اعضاء مجلس الشعب، 2 يوافق عليها الثلثين، 3 تعرض للمناقشه، 4 بعد الموافقه تعرض على رئيس الجمهوريه، يا نوافق يا ما نوافقش. ففي صعوبه، في حين ان رئيس الجمهوريه دعا القوى الوطنيه على اساس ان هم ياخد ايه البنود او المواد المعترضين عليها، على اساس ان يجمعها وهتتعرض بحيث ان يتم تعديلها. طب ازاي اصدق الماده ولا اصدق قرار رئيس الجمهوريه او دعوته للناس؟ ثاني حاجه، في حاجه برضو ارتبني فيها الشك، اللي هي ايه؟ كان دعا اللي هو وزير الدفاع لاجتماع القوى، اتلغى ليه؟ يعني ده اتلغى ليه؟ هل هو كان هيهدي الجو ولا كان في ضغط بان مثلا ده ما يتمش؟ دي حاجه. تعالى بقى المواد الثانيه اكتر واكتر، اللي هي المواد اللي اكتر بقى، اللي انا عندي لو جيت على الماده 183 و105 او 186 و187 و188 و89 و90 و91، المواد دي كلها هي خاصة بالإدارة المحلية أو بالحكم المحلي. عايز بس كل الناس تقراها كويس وتشوف إزاي الدستور بيكرس لقيام نظام فيدرالي في مصر. شكرا يعني شكرا ماشي. شكرا.